دعوني أخوض معكم بتفاصيل هذا المشهد بشكل أكبر، وأرحب عبر الهاتف بأستاذة العلوم السياسية الدكتورة أريج جبر. أهلا بك دكتورة. أهلا ستي، تحياتي. ماذا يعني عودة اليوم قطر كوسيط لوقف إطلاق النار عن قطاع غزة؟ برأيك إلى أين أيضا يتجه هذا المشهد في ظل الضغط العسكري على حماس؟ بداية سيدتي، لنكن واضحين بأن قطر لم تنفض يدها وتغسل يدها بشكل كامل من موضوع المفاوضات الإسرائيلية بخصوص اتفاق أو التوصل إلى صفقة فيما يتعلق بالعدوان الممارس ضد قطاع غزة، وأنها هي أوقفت جميع دورها الوساطي، لأنها علمت أن كل ما كان لا يذهب على نحو جاد من قبل الكيان المحتل فيما يتعلق بموضوع صفقة التبادل ووقف العدوان على قطاع غزة. وهي ربطت أنها إذا اتضح لها أن هناك جدية حول قيام مفاوضات جادة لتبادل المحتجزين مقابل إيقاف العدوان على قطاع غزة، فإنها ستمارس هذا الدور بشكل جاد وستعود للمفاوضات واستيعاب واحتضان المفاوضات كأول عهدها. هذا أولا. ثانيا، أن ترامب قام بإرسال مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط، التقى بكل من مكونات كابينة الحرب بما فيهم نتنياهو، وتحدث بشكل موسع عن رؤية ترامب لضرورة إنهاء ملف المحتجزين قبل تسلم الرئاسة الأمريكية في 20 كانون الثاني المقبل. بالإضافة إلى أنه بعد أن انتهى من جميع المحادثات في تل أبيب قام بمغادرتها إلى قطر، والتقى بمسؤولين رفيعي المستوى داخل قطر، وتحدث بشكل مستوفي حول تبعات وضرورة قيام مفاوضات جادة خلال هذه المرحلة. وهذا أعتقد ما حرك المياه الراكدة المتعلقة بضرورة استيفاء أحاديث المفاوضات، إضافة إلى أن قطر على الدوام من يتبع السياسة الخارجية القطرية منذ نحو عقد من الزمن، وهي تحاول أن تلعب دورا فاعلا في المنطقة العربية وأن تظهر نفسها على الدوام بمظهر القوة الوازنة والفاعلة والمؤثرة في الملفات العربية. فأهم المداخل التي يمكن الانطلاق منها هو القضية الفلسطينية. هذا ما حرك بشكل عام المشهد المتعلق بصفقة تبادل الأسرى. أما الجانب الأهم المرتبط بحماس وهي الرسائل التي أطلقتها حماس مؤخرا عندما قامت بإظهار أحد المحتجزين الإسرائيليين لديها، وقام بإرسال مناشدة واضحة لتويه ولتل أبيب، وأوضح أن سلوك الكيان المحتل الإجرامي والفاشية التي يتبعها أدى إلى مقتل عدد من الأسرى، ومن ثم تلويح حماس بأنها ستقوم باستخدام هذه الورقة هي ورقة الضغط الرابحة بالنسبة لحماس والمقاومة ككل، بأنه إذا ما تعرضت غزة للمزيد من الإبادة والمحرقة بالفعل على الأرض فإنها ستقوم بالتعامل مع الأسرى بذات الطريقة، قتل هؤلاء الأسرى لأنهم ليسوا أهم وليسوا ذو قيمة كما المدنيين في قطاع غزة. نعم، في ظل الحديث اليوم عن استئناف دور قطر في وقف إطلاق النار عن قطاع غزة، هل برأيك هذه المفاوضات ستكون مختلفة؟ هل من مؤشرات مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد فعليا تثمر هذه المفاوضات لهدنة لوقف إطلاق النار لجدولة من جديد شكل هذا المشهد؟ نعم، أنا أعتقد جازما هذه المرة تبدو أن التحركات أكثر إيجابية، ولكن لا يمكن لنا أن نتفائل باتساع مفهوم التفاؤل. تفاؤلنا سيكون حذر لأننا لا نراهن على الكيان المحتل، مع العلم أن التعديلات التي أضافها الكيان المحتل على المقترح المصري الأخير تدعونا إلى التفاؤل ولكن بنوع من الحذر. الآن الكيان المحتل جيشه مرهق، هناك الاحتياط يرفض الالتحاق بالعمل العسكري والخدمة العسكرية والعودة إلى قطاع غزة، هناك تمرد واضح داخل تل أبيب، ارتفاع صوت المعارضة والأطياف السياسية، محاكمة نتنياهو عادت إلى استئناف أعمالها، بمعنى أن المشهد السياسي مشهد ضاغط على نتنياهو ويحتاج بالفعل إلى الاستجابة لعائلات وذوي المحتجزين والذهاب باتجاه إتمام صفقة. هذا يضاف إليه عودة ترامب إلى المشهد وإلى الإدارة الأمريكية. ترامب لوح بتهديد، ولكن أعتقد أن
هذا التهديد فاقد للقيمة، لأنه يعني بموجب الدستور الأمريكي لا يحق لترامب قبل توليه السلطات أن يطلق هذا التهديد، ولكنه هو من باب أنه يعلم أن المفاوضات تسير على نحو إيجابي، يريد أن يقول يعني دكتورة أريج في هذه النقطة، إذ لم فعليا دكتورة أريج في هذه النقطة تحدثتي عن ترامب وهذا التهديد، يعني اسمحي لي في حال فعليا أن حماس لم تقم بتحرير كما يتحدثون الأسرى أو المحتجزين أو الرهائن لديها، وترامب وعد بإيقاف الحرب عن المنطقة، هل في حال لم تقم حماس بتحرير الرهائن هل سيلجأ ترامب فعليا إلى العمل بهذا التهديد؟ هل سيقوم اليوم بدعم إسرائيل من جديد للقضاء على حماس كما يتحدثون عسكريا؟ سيدتي، لنعود إلى المشهد قليلا، يعني أنا قبل 6 أشهر كنت معك على الهواء أيضا وتحدثت أنا وياك بحديث، قلنا بأن عودة ترامب إن كانت للبيت الأبيض ستقود مصالحة، لأن ترامب رجل اقتصاد ويؤمن أن السلام هو من يحقق الازدهار وليس الحروب. أما التهديدات والتلويح وهذا هو بمثابة ضغط، عامل ضغط على أطراف المعادلة، سواء كان في قطاع غزة وسواء كان في تل أبيب. ترامب نعم حقق الكثير من الإنجازات في الكيان المحتل في ولايته الأولى، واستطاع إنجاز ما لم ينجزه رئيس أمريكي آخر، ولكن حققها بأطر ديمقراطية وبهدوء. ترامب يعني هذا التهديد هو بمثابة عامل ضغط، هو يريد أن يعود لمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة في حالة استكانة وهدوء، لا يريد أن تدفع الولايات المتحدة المزيد من فاتورة الحرب والعدوان على قطاع غزة. الآن الجميع يدرك، وأنا أؤكد هذه العبارة، أن ما يحدث في المنطقة العربية انطلاقا من غزة إلى الضفة سوريا ولبنان والعراق كلها بلعنة غزة ولعنة السكوت والمماطلة في إنهاء العدوان على غزة. أعتقد أن الفريق المحيط بترامب الآن وترامب كلهم يوقنون بأن نقطة الحل وحل الأحجية واللغز يكمن في وقف العدوان على غزة. حماس لن تقوم بتسليم المحتجزين بالمجان، حماس يعني هذا ما تملكه من أوراق الضغط إلى جانب العمليات القوية والعمليات الدراماتيكية المنفذة على الأرض وخاصة في شمال قطاع غزة، والذي يؤكد الكيان مرارا وتكرارا أنه أنهى ومشط مناطق الشمال. حماس لن تسلم المحتجزين بالمجان، وعلى العكس يعني نلاحظ أنها الآن تتمسك بورقة المحتجزين أكثر مما مضى، وكانت على الدوام تعاملهم وفقا لمعاملة الأسرى والمحتجزين والحفاظ على حياتهم، ولكن الآن بدأت تصدر تهديدات تكافئ حجم التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، تكافئ حجم الإبادة والمحرقة التي يتبعها الكيان المحتل داخل قطاع غزة. نعم حماس أبدت نوعا من المرونة، ولكن مرونة مع الإمساك بالشروط الرئيسية: وقف العدوان بالكامل، الانسحاب من قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال المساعدات مع يعني والنوع المرونة الذي أبدتها بأنها كانت جزءا من المفاوضات المصرية القائمة ما بين فتح وحماس وقيام كيان فلسطيني مشترك لإدارة المرحلة التالية لوقف العدوان. وهذه جميعها بشائر تدلل دنو أجل هذا العدوان واقتراب أن يكون هناك انفراجة في الأفق. إذا أود أن أشكرك كل الشكر أستاذة العلوم السياسية الدكتورة أريج جبر على هذه التفاصيل.